اولا ما وقع في البرنوسي يجب التاكيد على واحد المساله، هو تحصيل وحاصل. ما وقع في البرنوسي هو تحصيل وحاصل لواحد يعني عده اعمال وديال الشغب اللي وقعت مده سنوات في المغرب، لا داخل يعني الملاعب المغربيه ولا خارجها في الاحياء. ما وقع في البرنوسي هو انه كان عندنا اجتماع، كان واحد الاجتماع ديال واحد الفصيل معين يشجع فريق معين، كان عنده اجتماع في المنطقه البرنوسي كما كان عنده اجتماع في مناطق اخرى اللي من بينها مثلا درب سلطان وليساسفا ومناطق اخرى. هذا الفصيل هذا لما دار الاجتماع ديالو بحضور رجال الامن، لانه رجال الامن في غالب الاحيان كيكونوا حاضرين ملي كتكون اجتماعات كيف كنسميوها يعني رئيسيه، كيحضروا، لانه الفصائل ديال الالتراس كدير بلاغات وكتقول بانه راه غادي نتجمعوا في المنطقه الفلانيه في التوقيت المعين في مرحله معينه من الزمن. بالتالي كان هذا الاجتماع هذا في هذه المنطقه البرنوسي. في نهايه الاجتماع ارتأى بعض الاعضاء ديال هذا الفصيل هذا انهم ينظموا ما يصطلح عليه بالكورتيج. وهذا الكورتيج كيف كنعرفوا اولا كيف كيعرفوا غالب الناس ديال الالتراس بانه يعتبر يعني تهديد للفصيل الاخر، وكيعتبر يعني ما يسمى بالفرنسيه اون بروفوكاسيون لهذا الفصيل الاخر. وبالتالي كيأدي بالفصيل كما بغى يكون النوع ديالو حسب يعني منطق ومبادئ الالتراس انه يرد في البلاصه على هذا الاشكال اللي وقع. بالتالي هذاك الكورتيج فاش تنظم داز او مر من واحد المناطق معينه في البرنوسي اللي فيها معاقل تسمى معاقل ديال فصيل اخر. وبالتالي هذا الفصيل الاخر مباشره بعد مرور هذاك الموكب ديال الفصيل بدا بالرد. والان اللي وقع انه رجال الامن بغاو يمنعوا ولو قليلا من هذه المواجهات والمطاحنات اللي بدات، فما قدروش، لانه كان اجتماع تحول بقدره قادر الى موكب ثم بقدره قادر الى تطحنات، وهذه مساله صعيبه لانها كتعطينا بانه ما يقع في الالتراس ما لا تحكمه يعني قواعد ومبادئ معينه، وانما تحكمه يعني سرعه تحكمه السرعه، وهذا ما وقع. وبالتالي الاشكال اللي وقع انه لقينا بانه رجال الامن وبعض المواطنين طاحوا يعني في صعوبه انه ولاو وسط مطاحنات اللي ما عندهم فيها لا ناقه ولا جمل لهم فيها، وهذا هذا صعيب. بالنسبه لهذه التطاحنات هذه يجب التاكيد على انها تدخل في واحد الاطار معين، وهذا الاطار هو اطار تحكمه مبادئ الالتراس بالاساس. انه كنجيو لواحد المنطقه وكنقولوا هذه المنطقه ديالنا وكنحطوا فيها يعني رموز ديالنا، وهذه الرمزيه ديال الالتراس هي اللي خص الناس تفهمها، لان هي التي تصعب على الناس انها تفهم المبادئ ديال الالتراس، وتصعب حتى على الناس ديال الامن انهم يفهموا ما يجري وما يقع داخل الالتراس. ملي كنجيو كنقولوا هذه المنطقه ديال هذا الالتراس وماشي ديال هذا الالتراس، راه يصعب ويستحيل على اي شخص واخا ما يكونش يعني عضو انه يلبس واحد الزي معين ويدوز من هذيك المنطقه، او لا ينظم واحد الموكب معين، او لا يجي ويدير ما يسمى بليطاق والجرافيتي باللغه الفرنسيه، انه يجي ويخسر لنا هذاك لوطاق. فهذه مباشره تهديد حقيقي الذي يستلزم الاجابه. وهنا كندخلوا في تطاحنات اللي لا تعرفها فقط مدينه الدار البيضاء، تعرف مدينه طنجه، تعرفها مدينه تطوان، مراكش، اكادير، اسافي. وهذه التطاحنات يعني تجاوزت الالتراس فيما بينها لتصبح في حرب بين مدن كثيره. مدينه الدار البيضاء، وهذا اللي خصو يعرفوا المشاهد الكريم والمستمع الكامل، انه صعيب يعني عبر التاريخ في مدينه الدار البيضاء. هي مدينه كبيره وفيها احياء كبيره، ومنذ تقريبا سنه 2007 ظهر لنا ما يسمى بحرب العمالات. وهذه حرب العمالات هي يعني اللي عطاتنا هاد التطاحنات اللي كنشوفوا دابا، لانه كنجي واحد الاعضاء كيتعداو مثلا على واحد العضو معين، ولا كيهاجموا واحد العضو معين فيما يسمى بلعبه الالتراس. الغد او الاسبوع المقبل خاص هذوك اللي وقع عليهم المشكل يجاوبوا، وكيقدروا يجاوبوا في الملعب وخارج الملعب. وهنا كمواطنين عاديين كنكونوا تحت تهديد خطير جدا، الذي يستلزم يعني مقاربه يعني شموليه.